يقول حتى وصلت إلى الإمام قال لي: يا ابن سويد، من الذي أتى بك إلى هذا المكان؟ يا من جابك إلى هذا المكان؟ علي بن سويد يقول: فوثبت من مكاني وجعلت أقبل يديه ورجليه، والإمام يمسح على رأسي وأنا كنت أبكي بكاء شديدا. قال لي: يا ابن سويد، فما يبكيك؟ لمن هذا البكاء؟ قلت: سيدي مولاي، يا ابن رسول الله، ضاق صدورنا، متى الفرج حتى ترانا ونراك؟ ضاق صدورنا يا باب الحوائج، يا أبا الحسن. الإمام قال له: يا ابن سويد، بلغ شيعتي عني السلام وقل لهم ألقاهم يوم الجمعة على جسر ببغداد، على جسر الرصافة في بغداد. فأيه الأحبة يا ناس يا عالم، فخرج علي بن سويد لما سمع كلام الإمام هكذا، خرج مسرورا فرحا مبتهلا إلى شيعة الإمام، إلى موالين الإمام، إلى محبين الإمام بأبي وأمي. بلغ الشيعة مولانا، فتجمهرت الناس يوم الجمعة. سبحان الله، يعني شهادة الإمام راح تجينا هم يوم الجمعة، هم يوم الجمعة. يقول: فتجمهرت الناس رجال ونساء تنتظر الإمام بأبي وأمي، نسوان وسلم طلعت تشيع نعش واليها، ويلوق من النساء على 100 حندها وبواجيها. فمولانا صار يوم الجمعة تجمهرت الناس رجال ونساء ينتظرون خروج الإمام بأبي وأمي، وإذا بعد لحظات هناك ويشوفون إذا بجنازة يحملونها 4 من السجانين عليها سلاسل وحديد وقيود. الله أكبر. السند فوق جناس يحوم وينادي عليه بلفظ: معشوم معشوم ما من روافض ما تهلو. ويا السند فوق جناس يحوم أيها الأحبة، أعظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء، أجركم الله أجركم الله. يقول علي بن سويد: وقفت وعلمت بأن هذه الجنازة للإمام موسى بن جعفر، وويلتاه ومصيبتاه، وضع يده على حاجبه وهو ينظر إلى جنازة الإمام يحملونها 4 من السجان وهم ينادون: هذا إمام الرافض. عاد احترق قلب علي بن سويد. احنا هم يحترق قلبنا، احنا هم شيعته، هم والي، هم محبين. شو نقول بالله؟ نقول: من طلعوها ترى وحش الجنازة، من طلعوها. تقرأ لو ما تقرأ؟ عندك حوائج لو ما عندك؟ عندك ولاء للإمام لو ما عندك؟ اقرأ جزاك الله خيرها. من طلعوها ترى وحش الجنازة، من
ما جنهم خذوها والصوب القصر جنهم خذوها يبدال الدماء يا عيون إلا الدماء بدال الدماء يا عيون ليش بالله علي منها آخ والله بسجن هارون بسجن هارون على القوار غريب بسجن هارون بويا وزرق المتون أو زرق المتون مقيد بالحديد وزرق المتون والله ما يحضرون جاوين هاشم ما يحضرون خلي يشيعون والجثة الكاظم خلي يشيعون. يقول علي بن سويد في هذه الأثناء وإذا بطبيب من النصارى يمر علينا فقلت له أقسم عليك بمن تعبد أريد أشوف تفحص هاي الجنازة ما سبب شهادتها ما سبب وفاتها ليش شو القضية. علي بن سويد يقول اجى الطبيب شم يد الإمام وانصرف. قلت له يا هذا أقسم عليك بعيسى ابن مريم أخبرني ما سبب وفاة هذا الرجل. قال يا ابن سويد أن هذا الرجل إذا عند عشيرة قد تأتي وتأخذ بثأره. لماذا؟ قال والله وبالله أنه مسموع. يقول على الجسر بقت على الجسر ذيك ظهيرة كشف عنا الطبيب وبقى بحيرة. والله يكشف عنا الطبيب أو بقى بحيرة يا ابن سويد ذا عند عشيرة. يقول عنده جبيل عنده جبيل أنا اشتاك يا علي عنده جبيل. خل بعجل تحضر تجيله يا أخ. يقول القيود الثقيلة ويفكون القيود الثقيلة. قال معروف الأنساب أنا هاشمي ومعروف الأنساب. تشيع الأحباب مش عجب ما حضروا والتشيع الأحباب. عاد بعد ذلك أجركم الله يا موالين يا محبين يقولون علي بن السود وجه وجهه نحو المدينة نحو المدينة. يقول وين
سيدي مولاي يا ابن رسول الله. صحيح الإمام موسى بن جعفر علي آثار القيود، لكن ما ذبحوا من الوريد إلى الوريد، ما قطعوا خنصر ايده. صحيح الإمام موسى بن جعفر استشهد وهو فيه الحديد فيه السلاسل، لكن ما جالت عليه الخيول. وويلتاه ثلاثا أين المنادي ينادي وحسينا وحسينا وحسينا. مولانا عاد الإمام موسى بن جعفر دفنا رأسا وشيعاه وكفناه. عادة الميت يحضروا لهلا، هذا جايب ماي ذاك يغسله، هذا جايب جفن ذاك يفصله، هذا يحفر قبر ذاك ينزله. هاي عادل ما جاب كربلاء. يقول أنا يا عادة الما جرى بكربلاء، ظل 3 أيام ابن سيد الملك. يا ناس يا علم اجت الحوراء زينب مولانا سبيا بنات الرسالة بعد الحسين بعد الأخوة بعد الأهل، والحوراء أخذت تنادي وأخاه وحسينا يا ابن أمي ووالدي. مولانا بذاك اليوم ما حد نخر على زينب، ما حد قال لها أنا وياك. شاش قالت بذاك اليوم؟ رادت لها طارش تودي للمدينة حتى ينقرون على زينب، حتى ينقرون على العائلة، حتى ينقرون على النسوة. ايش قالت بالله؟ يا سايق النار ما تقدر تمر بعلي، ما انا كبيرة قدر لا تعاين المحملية. انا ابوي الشمس وانا القمر كافلي، أنا أبوي الشمس وأنا القمر كافلي، آمر وأنا جنيت وبس أسمع الدلل بفرن الدهر أو خلى دموع تهني. أنا رايدة منك طلب سويه لله وإلي. ايش تردين زينب؟ ايش تردين يا أمة الله؟ ايش تردين يا بنت أمير المؤمنين؟ أنا رايدة منك طلب سويه لله وإلي. توصل مضار بمضار وعلى نهايتك معتلي. تصور ولا ما تصور الموقف؟ تصل مضار بمضار او على نايقتك معتلي، وتصيح يا اهل الشيام يا اولاد حمزه وعلي. زما بتقول وتصيح يا اهل الشيام يا اولاد، راح المك ها يا اولاد حمزه وعلي.
الله يحفظك ويوفقك يا حازم الخليفاوي، هذا من الناصرية، هذا اللي بيتقل. أنا حقي أبيض يرمشي. ليش يا زينب؟ صاحت يما الشمر حزم الحرى وعين علي. صاحت الشمير حزم الحرى وعينه علي. عاد بذاك اليوم لما ايس الزين ما حد اجاها، ما حد قال لا انا وياه. جا بعدين ايش قالت؟ قالت كون امي وياي، اتمنى بمحنتي كون امي وياي. نقول انا اتمنى بمحنتي كون امي وياي، ومنون على المشا وتبكي على مبكي. راح العقل والراي من راحت امي، راح العقل يما متعود العين، متعود العين على جودة، متعودة يما على شوفتك، متعودة العين. عين والده ويم قلبي يحمي. بساع يا يمه تروحي انكسرت القلب يا ام حسن. قالت ما نام وحدي عليك معلمه وما نام وحدي. اخاف ويدي على خدي يمه، يمر الليل والدي على خدي. ليش يا زينب؟ ليش يا ام المصائب؟ يمه اش بعد عندي يمه من راحت امي اش بعد بيت الدعاء. وارجو المعذره، خاف المكتم، خاف طلت عليكم المقام، برون الذمه. شالت امي، شالت امي ايش كثر بيا بمتنها. ايش كثر بيا بمتنها. شالت امي واذا معلول اشتاب. شيلت امي يا هل تنشد على امي شالت يا هل تنشد على امي شالت امي. المساوي يارتهم يمشون بي. اخي